في الوقت الذي تنتصر فيه إرادة الشعوب على الأنظمة القمعية التوتاليتارية وتنجح في حصد انتصارات لصالحها، لا يزال شعب الصحراء الغربية بالمناطق المحتلة يخضع تحت حصار عسكري وأمني وإعلامي. الجماهير الصحراوية التي دشنت لربيع العرب بأكبر مخيم احتجاجي تم قمعه من طرف العسكر تصر على مواصلة مقاومتها المدنية رغم الفارق الكبير بين الطرفين. مساء الأربعاء وسط حي معطلة الذي شهد أولى الاحتجاجات التي مهدت لانتفاضة الاستقلال كما يسميها المقاومون المدنيون، رفع العشرات من هؤلاء شعارات سياسية تخليدا لأربعينية البوليساريو التي ستصادف 10 من مايو القادم. شعارات أخرى متضامنة مع المعتقلين السياسيين الصحراويين الموقوفين عقب تدخل الجيش المغربي لتفكيك مخيم جدي ميزيك تم رفعها تطالب بإطلاق سراحهم وتتعهد بتنظيم مظاهرات تضامنية معهم في الفاتح من فبراير القادم بكل من العيون المحتلة وأمام المحكمة العسكرية بالرباط أين سيمثل المعتقلون. وتأتي مظاهرة العيون في خضم سلسلة من الاحتجاجات والوقفات التضامنية مع معتقل جدي ميزيك في عدد من العواصم الأوروبية، حيث دعت 20 منظمة منها أرضية التضامن مع الشعب الصحراوي بفرنسا حكومة بلدها بالعمل على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين ووقف القمع واحترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة وإرساء آلية دولية لمراقبة احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وفي الدنمارك طالب ممثل حزب تحالف الخضرة الدنماركي كريستيان جول وزير خارجية بلده فيلي سوفندل بضرورة الوقوف ضد قرار السلطات المغربية القاضي بتقديم 23 معتقلا وناشطا حقوقيا صحراويا لمحاكمة عسكرية، داعيا إلى مساندة المعتقلين ليتم تقديمهم أمام محكمة مدنية عادلة أو إطلاق سراحهم دون أي قيد أو شرط، وكذا بحضور مراقبين من السفارة الدنماركية بالرباط. هذا ومن المتوقع أن يحضر عدد كبير من المراقبين والمحامين والإعلاميين الدوليين إلى المحاكمة، إضافة إلى عدد كبير من الناشطين الحقوقيين والمواطنين الصحراويين.